المقاطعة المقاطعة يا أخي أكثر كلمة سمعناها بالفترة الأخيرة. إنزين، اليوم أنا ما راح أقول أن المقاطعة لازم تسويها أو مو لازم تسويها، لازم تقاطع أو مو لازم تقاطع. مو هذا الشيء اللي أنا بتكلم عنه. راح أتكلم عن موضوع أكبر. ما راح أحث على المقاطعة ولا أني راح أحث أنك ما تقاطع. راح أتكلم عن موضوع أكبر من المقاطعة. بالفترة الأخيرة يا جماعة الخير، هالمرة ما راح أقول لكم تعليقات التيك توك، لا الموضوع وايد أكبر. في ناس يسوون مقاطع وبوستات في الانستغرام وتيك توك. يتكلمون عن شنو؟ يتكلمون عن الشخص اللي ما يقاطع على انه كافر، على انه واحد يهود. سمعتني عدل والله العظيم. يقولون عنه ان انت متعاون مع اخرى هذول، انزين، ويقولون عنه ان انت كافر وان انت متعاون معاهم وان انت منافق ولست طبعا يا جماعة الخير، طبعا المقاطعة يعني لها اكثر من رأي. يعني في ناس وايد تكلموا عنها، في ناس حثوا عليها، في ناس ما حثوا عليها، في ناس كانوا ضدها. انا ما راح اتكلم، يعني وايد ناس تكلموا غيري، ممكن انكم تشوفون. لا انت كافر، انت كافر، انت ما تقاطع، انت كافر. والله الكافر عزيزي، لا تكفر واحد علشان انه ما قاطع فعليا، ولا تدعي عليه بالنار. انا قاعد اشوف ناس، واحد يقول والله يا جماعة انا باكل من ماك، يرد عليه واحد يقول له زقوم وان شاء الله تدش. يا حبيبي ليش قاعد تدعي على الريال؟ اوكي وهو ما قاطع، بس ما يصير تقول له هالحكي. طبعا يا جماعة لو تبحثون في فتاوي كثيرة، اذا انت كنت شخص ما تقاطع ترى مو معناته انك كافر. ابحث في المصادر فتاوي كثيرة عن الشيوخ، نفس ابن عثيمين الله يرحمه وعن ابن باز، قالوا انها مستحبة، يفضل. ما قال لازم تسويها وغصبا عليك، لا قال يفضل. تبي تسويها كيفك، ما تبي تسويها كذلك كيفك. طبعا عزيزي اذا بنتكلم على موضوع حكم المقاطعة، اذا انت مثلا ما قاطعت فشنو يصير عليك؟ شوف هذا المقطع من الشيخ عثمان الخميس. يعني بالنسبة للمقاطعة، يعني يقول ما حكم الذي لا يقاطع؟ ما إن الذي يعلن، يعني يعلن يقول عن نفسه انه يحارب الاسلام ويقاتل المسلمين، هذا لا يجوز معاملته ولا الشراء منه. اما الذي لا يعلن وانما انتشر بين الناس ان هذه شركات تدعم وكذا وكذا، يستحب لك ان تقاطعها، لكن لا نقول واجب الا من نقول احنا مصلع يعني في نصرته لليهود، اعاذ الله تبارك وتعالى من شرهم. كلام الشيخ واضح وصريح. اذا انت تشوف بان هذه الشركة، أو إذا فعلا هذه الشركة تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، فما يجوز أنك تشتري منها. إنزين، في شركة الحين قايمين عليها بشكل كبير واللي هي ماك. طبعا الشركة هذه نزلوا عنها وايد مقاطع ووايد بوستات على أن لازم نقاطعها لأنها تدعم الدولة هذيك. فالشركة هذه ما أعلنت بشكل رسمي أنها تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين نفس ما قال الشيخ. هذا بيان من الشركة نفسها تقول بأن نحن لا ندعم أي طرف أو أي دولة أو ما إلى ذلك. فهذا مثال بسيط تقدر تروح وتبحث. والشيء اللي منرفزني يا جماعة الخير، يا هذا الشيء أقسم بالله أنه غاثني بشكل مخيف، واللي هو استغلال الشركات المحلية أو المطاعم المحلية للمقاطعة. يا أخي أنا لما أطلب مطعم يعني محلي بدون لا أذكر اسمه، بعض المطاعم المحلية، بعضهم مو كلهم بعضهم يا جماعة، تي تطلب منه صمونتين مع بطاط يطلع السعر 7 دنانير. 7 دنانير، انت متخيل؟ فيا اخي يعني ليش تستغلون الناس والله يا اخي لا تستغل وادم. مو علشان ان الناس مقاطعه انت ترفع السعر، لا حبيبي، انت تبي تكسب الناس. عشان انت تكسب الناس يا طويل العمر شو اللي عليك تسويه؟ بحكم ان صارت في مقاطعه نزل الاسعار عندك، كذي الناس بيونك يوم شافوا ان المقاطعة قامت وانت رخصت اسعارك، الناس راح يجون لك بشكل مباشر. This is Elon Musk. بس مو تيجي تغلي علينا كأنك قاعد تقول يلا روح اشتروا من هذيك المطاعم، لا انت جي قاعد تغثني، قاعد تخليني ما اشتري منك لو شنو. يعني الشيء الوحيد اللي انا بقوله ان لا تكفرون بعض على اساس ان هذا قاطع وهذا ما قاطع. لا تدش بالتكفير، لا تدش انك تخلي شخص منافق بسبة انه ما قاطع. سالفة المقاطعة او المقاطعة المقاطعة سالفة لها اكثر من رأي، وتقدر تبحث عنه في يوتيوب وجوجل، وتقدر تسأل الشيوخ، إنزين، لكن ما توصل إلى التكفير عزيزي.
ما توصل إلى التكفير وأنك ترمي شخص بالنفاق. ترى النفاق مو شيء عادي للعلم يعني. فمو معناته الشخص اللي قاطع أنه والله ممتاز، هذا شخص زين، والشخص اللي ما يقاطع هذا لا يعني كلش ما له شغل حبيبي، عرفت؟ كلش ما له شغل. وإذا بتاخذ رأي يا طويل العمر والسلامة في المقاطعة، فأنا أقول لك أنت لك الرأي، أنت لك الرأي. تقدر تبحث وتشوف. تبي تقاطع تسلم الله يعطيك العافية، ما تبي تقاطع كيفك، هذا قرارك وانت حر فيه. يعني تقدر تبحث عن الشركات اللي تدعم هذه الدولة، وتقدر تبحث شنو الشركات اللي ما تدعم هذه الدولة. تبي رأيي الشخصي؟ أنا أنصح أنك تدعم أو تحاول قدر المستطاع أنك تشتري من منتجات بلدك. يعني هذه نصيحتي، تدعم المنتج الوطني وبنفس الوقت تساعد إخواننا. والله ينصر إخواننا بإذن الله ويحررهم في أقرب وقت. كان معاكم مهلوس خلاص يا سولفت.